النهارده هنفهم دماغ وضع الامتحان. ازاي الامتحان بيجي؟ اولا الامتحان بيجي من التأكيدات اللي الدكاترة قالوهم لازما يجي منها، فحرام عليك لو ضيعت التأكيدات. بيجي من السنين السابقة، بيجي من أسئلة الاسم، بيجي من أسئلة الدكاترة على المحاضرات. طب الاقي ده كله فين؟ اقول لك تيم الانقاذ احنا مجمعين لك كله في لكل محاضرة، كل الحاجات دي في قلب ملف واحد للمحاضرة الواحدة. او عاوز تدور دور في حاجات احنا لسه ما عملناهاش. اول حاجه في التاكيدات كانت بتقول لك الانفكتيف ستيج بتاع الايكوينوكوكس جرانيولوزا هي الايج. تمام، ده التاكيدات. تيجي اسئله السنين السابقه على التاكيدايه دي، بيقول لك الانفكشن بتاع الهايدد سيست اللي هو كان بتاع الايكوينوكوكس جرانيولوزا كانت بسبب ايه؟ بسبب الانجكشن اوف ايكوينوكوكس جرانيولوزا ايج. يبقى انا محتاج الايج. الهايدد سيست لا، الانفكتيف ستيج ما كانتش بالهايدد سيست، يبقى غلط. الانفكتيف ستيج ما كانتش بالهايدد سيست، يبقى غلط. يبقى على طول الإجابة بي، بالإيكانوكوكس جرانيولوزا إيج. The infective stage of hided disease، الانفكتيف ستيج بتاع الهايدد ديزيز اللي هو اللي هو الايكانوكوكس جرانيولوزا، المرض اللي بتعمله الايكانوكوكس جرانيولوزا كان بايه؟ لسه قايلها، الايج، الماتيور ايج. هي ممكن مش موجوده في الداتا بتاعتنا، ممكن كانت موجوده في الداتا زمان ان هي ماتيور يعني. واي لايف سايكل مهمه جدا، محتمل ان هي تيجي ريتن، محتمل ان هي تيجي ام سي كيو. التريتمنت ممكن ريتن وممكن ام سي كيو. يبقى اللايف سايكل والتريتمنت والدياجنوز محتملين ريتن وام سي كيو. طب انت بتكتب فيهم ايه؟ بيسالك على يا اسطى، بيسالك بكل بساطه، بيسالك على العناوين الرئيسيه، عمره ما بيصطفي. يعني مثلا ده الدياجنوز، هل هيقعد بقى يسالك انا بحقن كميه قد ايه وبحقنها في ايه ولمده قد ايه والكلام الرغي ده كله ما بتسألش فيه، بتسأل في العناوين الرئيسية. ولو جه اساي هتطلب منك تكتب العناوين الرئيسية، اسمه شورت اساي، مش محتاج رغي. يعني انت بتكتب العناوين الرئيسية بس. يعني يسألك على الاكس راي مثلا، ان هي بتوريني الكالسيفايد سيست اللي هي الدوتال سيست في قلب الانسايد السيست. يسألك في السيرولوجيكال اللي انا بحدد الانتي بودي. يسألك على الكاسوني ولا اسمه كاسوني تيست. التيست ده مميز، اي حاجة مميزة اعرف ان هي موضع سؤال في الامتحان. والله دي حتة سحرية جدا. اي حاجة مميزة في اي مادة موضع سؤال في الامتحان. هم الدكاترة بيحبوا كده. مثلا في حاجة مشتركة من جميع الدود، صعب ان هي تيجي. الحاجة مميزة لدودة معينة، هي دي اللي مثلا السايمر بايبس ولا بايبس اللي كانت موجودة بتاع الشيستوزوم على طول. يسألك الجرانيولوما بتاع الشيستوزوم على طول لانها مميزة في الشيستوزوم. الليفر روتس بتاع الفاشيولا على طول. الكلمة المميزة هي موضع سؤال، هي موضع سؤال الام سي كيو. كاسوني تيست ده موجود على طول في ايكانوكوكس جرانيولوزا بس، فده والله سؤال كان جه في سنين سابقه قبل كده، لانه ايه؟ موضع تميز. فموضع التميز هو موضع سؤال في الامتحان. الدكاتره متميزين. فزي ما قلت لك كده، هو بيسالك الدايجنوز، التريتمنت، اللايف سايكل، هيسالك على العناوين الرئيسيه كايسي او كاريتن، ده البارا. وقلت لك موضوع التميز موضوع سؤال، الحته المميزه في الدوده او في البكتيريا او في اي حاجه او في العضو مثلا معين في الاناتومي، هي دي موضوع السؤال. اذا لما تشوف اللايف سايكل دي ظبطها، احفظها، سمها. الهابيتات بتاعها الادلت ايكانوكوكس جرانيولوزا بتقعد في السمول انتستين بتاع الدوج. ما انت فاهم بقى، انا عاوزك تبقى فاهم كده وبرنس، وليك قواعد عامه. هي مش ديت مش دي تيب وورم، دي شريطيه. الديدان الشريطيه ثابته بتعيش في السمول انتستين، دي بقى بتعيش في السمول انتستين بتاع الدوج. فالهابيتات من الاخر يعني، عاوز بدل ما تقول لي دوج وفوكس وولف والكلام ده كله، قول لك اكلات اللحوم. انجز نفسك، اختصر عشان ما فيش وقت. الديفينيتيف هوست هو برضو اكلات اللحوم اللي هم الدوجز والفوكس والولفز. ما تقعدش ترغي، خد المفيد والمختصر. اعمل اعاده صياغه للكلام عشان يكون سهل انك تحفظه، من خلال انك تحوله لي بالعربي، انك تختصره لي. المهم انك تنجز وتحفظ عشان تحفظ بسرعه. الانترميديت هوست، بدل ما تقعد تحفظ لي الشيب والكاتل والكاملز، ما ده كله يعبر عن ايه؟ عن الهيربيفورس، اكلات العشب بس. والمان، وحط معاهم الماء. بتتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق البق، عن طريق الكونتامينيتد فود. والكونتامينيتد والايد الملوثه بتاخد ايه؟ بيحصل لك انجيشن للكانوكوكس جرانيولوزا ايج، لان هي لسه قايلين من فوق شويه ان هي الانفكتيف ستيج هي الايج اهو. يبقى على الهايدد سيست لسه حالين الجرانيولوزا انفكتيف ستيج بتاع الهايدد ديزيز، لان الكانوكوكس جرانيولوزا بتعمل مرض اسمه الهايدد ديزيز، بتطلع الهايدد سيست. فالمرض بتاعه اسمه الهايدد ديزيز، عشان تكون فاهم. ممكن انت مش مذاكر المحاضره. الانفكتيف ستيج لسه قايلك من شويه الايج الماتيور طبعا. بيقول لك اكسيدنتال انجيشن للفليز، ان انا يحصل انجيشن للفليز مي ترانسميت انفكشن ويز ذيس بارازايت اكسبت، ما عدا اكينوكوكس جرانيولوزا ما كانش لها دعوه بالفليز.
امال كانت بتنتقل عن طريق ايه؟ عن طريق انك تعمل انجيشن للايجز عن طريق الكونتامينيتد فود، ما كانش لها دعوه بالفريز خالص. ما فيش حاجه صعبه، هو بيسالك في حاجات سطحيه جدا، فانت فاهم انه بيسالك في عناوين رئيسيه في سطحيات. الاكس ار انفكتيف توما دي كلها سنين سابقه، دي كلها امتحانات فاينل وميد وحاجات حلوه وامتحانات بنوك بارا وكتاب اسم الاسئله اللي انا بحلها قدامك دي. الاكس ار انفكتيف تو مان، الاكس كانت انفكتيف ستيج في مين؟ كان كوكس جرانيولوزا، لسه حلينها من شويه. طب ليه جاب عليها سؤال؟ عشان كانت في تاكيدات داتا فايلز. الانفكشن مع الهايدد سيست اللي هو الهايدد ديزيز كان بسبب ايه؟ اللي هو بتعمله كان كوكس جرانيولوزا، يبقى اكيد بسبب ايه؟ الانفكشن انفكتيف ستيج، يبقى الجرانيولوزا كان كوكس جرانيولوزا. بيقول لك الانفكتيف ستيج بتاع الايكانوكوكس جرانيولوزا الايج. زهقنا والله، دي كلها سنين سابقه، الاسئله السنين السابقه بتتكرر، فعشان كده لازم تحل السنين السابقه. ده كله على فكره مش انا جايب لك الاسئله متكرره، لا يا حبيبي، انا جايب لك مثلا مد 20 مد 21 كده، مد 2022 كده، فالاسئله عماله تتكرر. المدات او في الفاينالات نفس الاسئله هي اللي بتيجي، ما هي هيجيب لك منين يعني؟ بيقول لك بروتكشن الفود والهاندز فروم الدوج فيسز. مين اللي كانت الايج بتاعتها في قلب الدوج، في قلب الستول بتاع الدوج، لسه قايلينها من شويه. الهايدد ديزيز اللي هو بيسموه الهايدوزيس دي، لان لسه قايل لك من شويه ديفينيتيف هوست الدوجز فالدوجز بتنقل. وفي البريفنشن قلت لك ان ابعد الدوج، ما تلعبش مع الدوجز، ما تلمس الستول بتاع الدوجز، افويد الكونتامينيشن اوف فود والهاندز مع الدوجز. ده كله من البريفنشن والكنترول بتاع الايكانوكوكس جرانيولوزا. يعني احنا الامتحان بيجي من الحاجات الواضحه، يعني ما بيجيش في التفاصيل الشديده اللي انت متخيلها، ويسالك على الكورس بتاع الدواء والكلام ده كله، ويسالك على الكلام ده كله. لا، بياخد الاختصار، لو في اختصار احفظ الاختصار بس، ما بيجيش السرد بتاع الاختصار. احفظ البير تكنيك وخلاص، تصب بس، ما تقعدش تحفظ لي السايوسالفيت ستريت بايل سولت. روح كل سنه طيب، روح اقعد بعيد، يلا اركن على جنب. لازم احفظ لي الكلمه على بعضها يا عم، الاختصار على بعضه. ما البريفنشن والكنترول تبع اول حاجه، فانت بتستنتج الحاجات من بعضيها، كل حاجه، كل الداتا بتاع المحاضره مرتبطه ببعضيها، خلي انت تستنتج المعلومات من بعضيها. يبقى زي ما قلنا بروتكشن الفود والهاندز فروم الدوج فيسز كود بريفنت، دي من البريفنشن كانت بتاع مين؟ دي كانت بتاع اللي كانت كوكس جرانيولوزا، كانت بتعمل اسمه ايه؟ الهايدد ديزيز، او نقول على ايه؟ الهايدوتوزيس دي، حط OSIS. جايب لك كذا اورجان وبتاثر على مين؟ قلب بالله عليك هتقعد تحفظ الكلام؟ انت ما بقتش صغير بقى انك احنا مش بتوع احصاء وبتوع اقتصاد تقعد تحفظ لي بتاثر على اللنج بنسبه كذا وكذا. خد الحاجه الكومون، اي كلمه مكتوب جنبها كومون اعرف ان هي موضع سؤال MCQ. زي ما قال لك الكومون بتاع مش فاكر سرطان ايه، وكان الاجابه ريكارنس. فاي حاجه كومون موضع سؤال في الامتحان، فخد الكومون، الحاجه شائعه يبقى بتاثر على اكتر، الباثوجين بتاثر عليه اكتر الليفر، يبقى دي موضع سؤال في الامتحان، دي موضع سؤال فاينل في سنين سابقه. يجي يقعد يسالك في الارقام، عاوزين بقى نعلى بالفكر، مش يقعد يسالك الجروس بقى والتتابع بتاع الجروس قد ايه كلام بقى. يعني انت واخد في الاستراكشر بتاع الهايد وربط بالعملي معلوماتك مع العملي. الاستراكشر بتاع الهايد سيست ان هو كان في فايبرس لاير من بره ولامينيتد ريال وجيرمينال لاير، فكان في فايبرس لاير من بره، فبالتالي خد المعلومه دي، سهل على نفسك بالمعلومه اللي انت عارفها من العملي. لو حصل انفلاماتوري رياكشن شديد هيحصل شديد، اقعد بصمك بقى، هيكسر في البيضه شديد يا اسطى، فيكسر لك في البيضه ديجنريشن للسيست للكيس. لو بقى مايلد يحصل بقى الفايبروزس العادي وتتكون الفايبرس لاير اللي بره. بصمج لنفسك يا عم، قلت لك اعمل اعاده صياغه للكلام، بدل ما تحفظ لي الدش ده كله قول بتضغط وبتربشر، بتضغط وتفجر كلمتين تحطهم في دماغك هتفتكر كل حاجه. تضغط على الاورجنز، وبالمنطق كده بالله عليك انت بقالك سنه في كليه الطب، يبقى لما تضغط على الاورجن هتعمل ايه؟ هتعمل نيكروزيس في الخلايا وتاثر على الوظيفه بتاع الاورجن. مش محتاج ان انا احفظ الكلام ده، اصل انا فاهم يا اسطى. ولما تعمل رابشر سيست يبقى اكيد مليان فلويد، فلما الفلويد يخرج ده جسم غريب، ما انا فاهم برضو، هيحصل ضده حساسيه، يحصل انافلاكتيك شوك، وانافلاكتيك شوك معروف ان ممكن تؤدي للدس. يبقى بتكون بتفهم اكتر من انك انسى يوسف البصماجي بقى دلوقتي، انا عاوزك تفهم. يقول لك يوجوالي، يقول لك كومون، ركز عليها، كومون في الرايت لوب. الحاجات بتاع الباثوجين والكلام ده كله، الحاجات دي باصوا اكتر، فبالتالي مش تركيز عليها في البارة. انا عاوزك بقى تفهم بقى ان لو حاجه تبع ماده تانية صعب ان هي تيجي، ما عدا التريتمنت لو في الفيسيو، لو في البارة لازم تحفظه. لا مالوش ده، ما تقوليش ده تبع الفارما مش هيجي، لا. لو مثلا باثوجين في البارة صعب ان هو يجي اصلا
في اسمها ايه دي في الامتحان البارا، بس ممكن يجي ايه، يجي الحاجه المميزه زي ما قلت لك. يعني مثلا في الباثوجين بتاع الشيستوزوما، حته الجرانيولوما دي خاصه بالشيستوزوما في الباثوجين، فبالتالي دي ممكن تيجي حتى لو هي باصو حته باصو، ممكن تيجي لانها حاجه مميزه، لانك قايل لك الحاجه المميزه موضوع سؤال. السايمر بايبس كان برضو تبع الشيستوزوما، فبالتالي حاجه مميزه ممكن تيجي. بس التفاصيل بقى بتاع الباثوجين الزياده، ويقول لك البايل داكت لو حصل فيها كومبريشن هتؤدي الجوندس، والتفاصيل دي باصو. راجع برضو التاكيدات عشان في حاجات باصو بس مهمه برضو. يعني هنا لما اقول لك مثلا البلورا كافيتي لما يحصل فيها رابشر هيحصل ايه في البلورا كافيتي، هيحصل سكندري ايكانوكوكس. في البايلري سيستم هيكون سكولوزس. في السيركولاتوري يا اسطى سيركولاتوري، ويحصل رابشر للسيست بتاعك فيعمل ايه، جلطه امبولاي لانج. ولما السيست يفجر هيطلع منه الفلويد فيعمل انافلاكتيك شوك وتؤدي الكلام المتكرر سيبك منه، ده كله كلام لسه متعاد من شويه، ده كله كلام لسه متعاد من شويه، فهو عمال يكرر ويزيد في المعلومات. ما تتصدمش من شكل المحاضره، بيقعد يزيد في شكل المحاضره. مش لسه قايلين ان هو كان بيأثر على اللايت لوب؟ مش لسه قايلين حته الكومبريشن ان هو كان كلاريتوري يعمل اللانج امبولاي والانافلاكتيك شوك؟ الكلام ده كله عمال يتعاد، عمال يعيد ويزيد في الكلام تاني، فانت انجز نفسك بالحاجات المهمه. طب في البون هيعمل ايه؟ هيعمل فراكتشر، هي حته باصه اهي بس كان محطوطه في تاكيدات داتا فايلز، اذا مهمه اذا تحفظها. البون ديزيز مي بي مانستيفايد باي، لسه قايل لك هيحصل بريشر ويحصل الرجيك، انا ساعه ما قلت لك ان هترابشر وتطلع السائل اللي جواها ويحصل حساسيه انافلاكتيك شوك اللي هي الرجي وبريشر ويسبب نيكروزس. وفي نفس الوقت كالسيفايد سيست، السيست بيروح يترسب في الاورجن، ساعه ما ترسب في البون خلاه فراكتشر. يبقى اولوف بريف بالله عليك هل سالك في تفاصيل الباثوجين؟ لا، هو بياخد لك العناوين الرئيسيه اللي كانت في الباثوجين، الحاجات المميزه، العناوين الرئيسيه، كلمتين والسلام. حتى في الريتن كده كلمتين وشكرا. اما التفاصيل دي للتوضيح، او بص موست كومنلي لسه قايلك من شويه، مش هيقعد يسالك في الارقام. موست كومنلي الهايد ديزيز اكتر، اكيد الليفر لسه قايل مش اهو، لسه قايل لك الليفر اكتر واحد، مش هيقعد يسالك في الارقام ده كلها، هيسالك على حاجه كومن. وكان السيستم اللي بريزنت فين في الليفر اكتر اهو، كانت موجوده في داتا فايلز. الداتا فايلز مهمه جدا يا رجاله، دي كلها سنين سابقه وبنوك بارا وكتاب الاسم، يعني مدلع الدنيا في المحاضره. وزي ما قلت لك ما بيركزش هو على التفاصيل. اي حاجه قلت لك زي موست كومن ركز عليها، وقال لك موست كومن يبقى احفظ لي ان هي الايزا. ركز لي على الاسم المميز زي الكاسوني تيست ده مميز، اذا سؤال في الامتحان. وفي نفس الوقت طالما هم في تاكيدات داتا فايلز اذا سؤال في الامتحان. بيسالني في التفاصيل؟ لا، ما بيسالكش في التفاصيل. لو حاجه ديفيكلت او مستحيله ركز عليها برضه، زي الستول اناليسيز ما ينفعش مع الكانوكوكس جرانيولوزا، ده سؤال في الامتحان برضه. حتى في التاكيدات بص كاتب لك عناوين بس، ان السي تي والام ار اي كنت بشوفهم الداتا سيستم في قلب السيست اهو. كاسوني تيست اهو مهم اهو، كان مميز. مش انا قلت لك احنا خلاص بقينا طورنا اننا نتوقع الامتحان. انتراديرمال اوف انت بتحقن استرال هايدد فلويد، تمام. او بيقول لك الستول اناليسيز ما ينفعش ستول اناليسيز، فتاكيدات داتا فايلز بيجي منها الامتحان. اللهم اني بلغت اللهم فشل. وطبعا السنين السابقه بيجي منها الامتحان نصا، الاسئله بتتكرر نصا، اصل ما بيروح فين يا اسطى؟ انت شايف الاسئله عماله تتكرر، كل ده كله من امتحان شكل، بس نفس الاسئله ونفس يعتبر نفس الصياغه، الاسئله بتقعد تتكرر. بيقول لك الانمال ان ستول اكزامينيشن كودنت بي يوزد، ما اقدرش استعمل ستول اكزامينيشن فين؟ لسه قايلك من شويه الستول اكزامينيشن ما كانش ينفع مع الهايد ديزيز بتاع الايكانوكوك. دي كلها على فكره اسئله بنوك البارا، اسئله كتاب الاسم، اسئله سنين سابقه، اسئله دكاتره، يعني خلاص يعني الامتحان منهم ان شاء الله. فنركز على الفرات اللي انا بنزلها. انا ما اعرفش انطق دي. بيقول لك دايجنوز باي، مش لسه قايل لك كان كومن دايجنوز بالايزا. بيقول لك اجي في الستول حاجه سيجمنت في الستول، يا اسطى ما ينفعش الستول، ما احنا لسه قايلين من شويه. هو بص نفس الفكره، هو اتحطت الخلاصه في داتا فايلز اتصاغ منها كذا سؤال سنين سابقه، لان الحاجه اللي بياكد عليها الدكتور هي فعلا اللي بيتحط عليها اسئله. فلازم تحل السنين سابقه وتاكيدات الدكاتره، وده موجود فين؟ على فريق الانقاذ بس، بسيطه. كاسوني تيست لسه قايل لك الحاجه المميزه ايه، موضوع سؤال وموجوده في داتا فايلز وده سنين سابقه. كاسوني تيست دايجنوستيك فين؟ الهايدد ديزيز، تعاد نفس السؤال في امتحان تاني. كاسوني تيست از يوزد فور دايجنوز السيستيك هايدد ديزيز، نفس المعنى اللي هو الهايدوتوزيس ده. هاو تو دايجنوز ممكن يجي لك ريتن، ازاي تشخص؟ ما قايل لك دايجنوز لايف سايكل تريتمنت دول على طول ريتن. وبيجي تكتب له كام كلمه تاخد عليهم الدرجه. الرغي ده كله مش محتاج تكتبه، انت لو كتبت 3 كلمات منهم المهمين هتاخد الدرجه. تكتب له مثلا الراديولوجي واكتب مثال الاكس راي، تكتب له السيريولوجي وتكتب له مثال الاليزا، تكتب له ايسينوفيليا مثلا بس، وتكتب له الحاجه اللي كانت مميزه الكاسوني تيست، خدت الدرجه بالاربع كلمات دول.
كذلك التريتمنت، هل هتقعد تحفظ الرغي ده كله؟ كل سنه طيب يا معلم. قلت لك ما تقعديش تحفظ، احفظ الاختصار، احفظ الثلاث كلمات المهمين وكل سنه وانت طيب. التريتمنت خلص. اول حاجه جراحه، يعني عندي سيست في قلب الليفر عمال يكبر كل شويه وعمال يضيق ويضغط على الاورجنز، فنعمل له سيرجيكال ريموف. بعد كده اعالج بايه؟ ابندازول. ده هتحفظه بقى. طب انا هنساه؟ ما انت كده كده هتنساه، بس ازاي ما تنساهوش؟ انا ذاكرت النهارده المحاضره العصر، قبل ما انام بالليل هراجع المحاضره دي، هراجع محاضرات اليوم، تاني يوم الصبح هراجع المحاضرات تاني. كل سنه وانت طيب. خلصت المحاضرات. تيجي امتى بقى؟ ليله الامتحان ويوم الامتحان الصبح. ليله الامتحان ويوم الامتحان الصبح، ده كده المحاضره اتقالت 5 مرات، والدواء ده اتكرر على دماغك 5 مرات من غير ما تسكن، من غير ما تتعب دماغك وتقعد تكرر وتعيد وتزيد فيه. خلاص اتحفظ. يبقى الابندازول هو اللي بعالج بيه الهايدد سيست ديزيز. او طريقه ثالثه في العلاج اسمها البير تكنيك. مش عاوز احفظ ده كله. وما يجي يسالك ريتن مش هيسالك في 5، احفظ لك 3 4 كفايه. وكل سنه وانت طيب في البريفنشن مثلا، واختار 3 سهلين حلوين سهلين عليك تحفظهم، خلي الدنيا بسيطه. اهو يجي يسالك على التريتمنت، ما انا قايل لك موضع سؤال ريتن وام سي كيو. الابندازول وكان موجود في داتا فايلز على طول يا اسطى. يبقى مين؟ الهايدد ديزيز اللي هو الهيدوتوزيس. البير تكنيك، البير لسه قايلها لك، قلت لك مش هيجي يسالك في الكلمه الطويله، هيجي يسالك في يبقى البير تكنيك ده طريقه في ايه؟ في طريقه في تريتمنت الهايدد ديزيز. خلص. هل سالك في تفاصيل؟ هل سالك بعمل ايه والكلام ده كله؟ هل سالك في الكلمه الكبيره؟ لا يا اسطى، بيسالك في عناوين، في حتت كده سفيفه كده صغيره. لحد دلوقتي ما شفناش سؤال بين السطور، سؤال من هنا، كله سؤال عناوين رئيسيه، حاجات معروفه بقى، حاجات من تاكيدات داتا فايلز، حاجات اسئله سنين سابقه عماله تتكرر. بعد كده الديكانيوم سكم لنفسك، هي الديكانيوم هي الدوكتيب وورم. سكم لنفسك عشان ما فيش وقت، وفي نفس الوقت بطريقه التكرار اللي قلنا. عايشه فين؟ سمول انتستين بتاع الدوج. بتتنقل ازاي؟ قلت لك اي لايف سايكل مهمه، فبالتالي تتوقعها ريتن وام سي كيو عن طريق الفيلي اللي في قلبها سيستا سيركويد. التريتمنت قلت لك اسي وام سي كيو، بريزيكوانتان وكنوزامايد. يبقى على طول علمنا على المهم دول، ودول 5 كلمات دول هم المهمين، دول تتوقعهم ريتن وام سي كيو. دليلك اهو المان مثلا الانترميديت هوست في قلبها ايه؟ الفيلي. الداتا فايلز حطها، انت هتحط التاكيدات لنفسك، انت بقيت فاهم بقى، انت مش محتاج دكتور يحط لك تاكيدات، انت معلم. الانترميديت هو الفيلي. المود انفكشن انجيشن انفكتد فيلي اللي في قلبها ايه؟ السيستاسر. المان في كان كوكس جرانيولوزا كان انترميديت. في الديفينيتيف كان ديفينيتيف هوست في الديكانيوم. سكمها دي ودي. برضو الدوج تابورم هي الديكانيوم. دي ودي سكم لنفسك وينجز. بيقول لك يسالك على اللارفا بتاع الديكانيوم، لسه قايلينها السيستا سيركويد اللي كانت بتتنقل في قلب الفليز. الانترميديت هوست بتاع الديكانيوم لسه قايلينها الفليز، هي اللي كانت بتنقلها. انا قايل لك اللايف سايكل على سؤال، ده على فكره سؤال ميد 42، ده سؤال فاينل قديم. بيقول لك انجيشن للانسكتس زي الفليز كان ليد انفكشن بالكانيوم. الديكانيوم لسه قايلينها. اظن كده انت فهمت اللي عتلت في سؤال مش فاهمه، حتى مش فاهمها، روح اسال الدكتور احمد مروان، كل دكتور اكبر مننا روح اساله. فما تضيعش وقت عقبال ما يرد عليك، روح ذاكر حاجه تانية، انجز. حاول تذاكر البارا والمايكرو بجداول، في جداول دكتور احمد مروان منزلها، ذاكر البارا منها. ما تنساش الفايلات بتاعتنا في قلبها التأكيدات، في قلبها السنين السابقة وكتاب الاسم وبنوك البارا وكل حاجة مهمة محطوطة للمحاضرة. ما تنساش بنك البارا اللي احنا عاملينه. بنك المد فيه كل حاجة مهمة بالنسبة للمد، حاول تحله. تسلى فيه كل يوم يا عم، كل يوم نص ساعه حل لك فيه شويه. وفي قلب التاكيدات برضه وزي ما قلت لك حط جدول على الحيطه وابدا علمني 5 مربعات ان المحاضره تتقري 5 مرات. اول مره تتذاكر، بعد كده 4 مرات، مره بالليل، وبعد كده بكره الصبح، بعد كده ليله الامتحان ويوم الامتحان الصبح.